حسام غالي بيلم بيطلع مع حسين السيد، لعب لحسين السيد، استلام من حسين يلعب حلو على الوليد اللي جاي من الناحيه الثانيه. وليد يلعب واحده عرضيه، يطلع على طول الدفاع، ترجع وتصويبه وحشه. رمضان صبحي خدها كده من فوق وتطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي دجله. لعب على طول هيثم للسيد سالم الظهير الايسر. وليد سليمان عايز يجرب ولا ايه؟ لعب العرضيه لعمرو جمال، عمرو جمال عايز يلعبها، ترجع تاني لحسام عاشور، حسام عاشور فتح له رمضان، اتلعبت لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد بيلم معاه رمضان، باسم مكمل، باسم عرضيه ويطلع الدفاع وتطلع وتبقى الركنيه الاولى للنادي الاهلي. طلع على طول النادي سامح الفضيل، مطلع على طول وركنيه للنادي الاهلي. ادي اللعبه اهي تاني، ادي اللعبه الحلوه، وباسم بيلعب العرضيه وعلى طول في الميعاد سامح الفضيل بيطلع وركنيه اولى للنادي الاهلي. وليد سليمان يلعب وياخد تاني، وليد يلعب العرضيه حلوه يا ولد يا ولد يا ولد، ويطلع على طول، وحسام غالي لعبها وهيثم بيطلع والركنيه رقم 2 للنادي الاهلي. ادي اللعبه، ادي حسام على طول وادي هيثم بيطلع والركنيه الثانيه للنادي الاهلي. وليد سليمان لعب وفرصه ضايعه وفين؟ في الست ياردات، فرصه كبيره ضايعه للنادي الاهلي. ادي اللعبه تاني، فرصه كبيره، حسام غالي برضه، ادي وليد سليمان وادي حسام غالي وجنب القايم، وفرصه تاني بتضيع من النادي الاهلي. فرصتين في دقيقة واحدة للنادي الأهلي ضايعين، والاثنين حسام غالي، الأولانية شطتها هيثم والثانية جنب الأهلي. هيثم محمد هيلعب، دخلنا على الدقيقة 11، بدأنا الدقيقة 12، يلعب ترجع تاني توصل لرمضان، استلام من رمضان صبحي وعايز يعدي ودخل لجوه رمضان، يلعبها على طول لعبد الله، عبد الله لرمضان، ورمضان عايز يكمل جول رمضان صبحي. الهدف الاول للنادي الاهلي رمضان صبحي في الدقيقه 13. اتعملت حلوه دربكه من دفاع وادي دجله، رمضان صبحي يكمل يعمل ال1-2 على طول مع عبد الله السعيد، يروح ويحطها على شمال هيثم. ادي اللعبه تاني، راح رمضان هنا بقى، شوفوا هنا الخوف من الدفاع، انفتاح في قلبي الدفاع، وهدف اول للنادي الاهلي في الدقيقه 13 رمضان صبحي. ادي عبد الله السعيد، ادي رمضان، ادي هنا التغطيه مش مظبوطه من الاثنين قلبي الدفاع، رجب نبيل سمح الفضيل، يروح رمضان يحطها بمنتهى الهدوء. ادي متعب النهارده في القايمه، وبدلاء النادي الاهلي النهارده شريف اكرامي بيعود، مؤمن زكريا، الشيف عبد. ادي مهاب طالع، رجب نبيل طالع، سامح الفضيل، وتاني على طول بيطلع عمرو جمال، هو اللي راجع ولا مين؟ ولا عمرو جمال راجع وبيلعبها على طول وتطلع وتبقى رمية تماس جنب الرايه الركنيه. تماس جنب الرايه الركنيه لنادي وادي دجله. ادي عمرو جمال هو اللي طلع الكره اللي فاتت واتلعبت على طول لمهاب سعيد نبيل، ورجب نبيل باص مش مظبوط عاشور، وعاشور يلعب توصل لعبد الله السعيد، وعبد الله السعيد بيلم، عبد الله بيلعب لوليد سليمان وعايز يعدي، توصل لعبد الله، لو بص الناحيه الثانيه باسم، يا ولد يا حسام يا غالي، لعب لباسم علي وباسم ماشي، حسام جنبه اي حاجه تطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي وادي دجله. هيثم محمد هيلعب ضربه المرمى لنادي وادي دجله. الاهلي حتى يطير بعد كده الى مالي، لقائه مع ملعب المالي الجوله الثانيه في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. ونشوف بعد اللعبه دي حسين السيد ويطلع هيثم وفرصه كبيره ضايعه، لكن جميله وملعوبه. عبد الله السعيد عملها لحسين السيد، راح وعدى من رجب نبيل وشاط، وهيثم قافل الزاويه كويسه. بقول لحضراتكم الجوله الثانيه افريقيا، النادي الاهلي الاولى في اللقاء اللي اقيم في سوسه، والاهلي كان فاز على الترجي 3-0، يتصدر المجموعه يارين النجم الساحلي، وبالتالي مباراه مهمه هيتلعب الترجي مع النجم الساحلي في استاد رادس في تونس العاصمه، وملعب المالي بيلعب في باماكو مع النادي في السودان. حسام غالي يلعب مباراه النهارده بيحضرها جهاز المنتخب، وادي عبد الله السعيد وعايز يجرب فوق بره ضربه مرمى لنادي دجله. الاهلي افضل، الاهلي اكثر استحواذ، الاهلي صاحب المقدمه بهدف للا شيء وانذار وحيد. سامح الفضيل ركنيتين هنا وركنيتين هنا، مجمل احداث اللقاء حتى الدقيقه 29. هيثم محمد ادي كوره رمضان تاني عدى بذكاء
قوه كده لعبها حلوه على وبتركيز على شمال هيثم محمد. تاني كوره مع رمضان 30 وادي على طول قصيره مع باسم علي، وباسم هو اللي دخل لجوه. باسم ماشي بالخط وبيشوط، تقلش تخبط فيه ترجع له، تخبط في المدافع وترجع له، اللي يلعبها وليد يرجع ورا. كل فرقه دجله في نص ملعبها، ملعوبه على طول لحسام غالي، وغالي هو اللي بيكمل. حسام غالي ماشي، حسام وعايز يجرب بالقدم اليسرى في نص الجول، ماسك هيثم محمد حارس مرمى دجله، بيهدي اللعب هيثم، ولعب واحده طويله على طول ناحيه باسم، يستلم وتطول منه. ماشي عبد الله يلعب لرمضان صبحي، رمضان بيلم كورته، رمضان يلعب لحسام عاشور، حسام عاشور لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد وعايز يجرب ولا ايه؟ بيلم وعايز يجرب ويلعبها كده بليسنج ناحيه اليمين، لكن فوق العارضه وضربه مرمى لصالح نادي دجله. 38 دقيقه 37 وبنلعب في الدقيقه 38، وادي كره عبد الله السعيد والتقدم للاهلي اعزائي مشاهدي التلفزيون المصري ونايل سبورت 1-0 بهدف رمضان صبحي في الدقيقه 13. هتتعادل علي ماهر الجهاز الفني واتلعبت على طول رمضان صبحي، يا سلام، اتلعبت لحسام عاشور، باص حلوه عمرو جمال والهدف الثاني. عمرو جمال بعد غياب والهدف الثاني للنادي الاهلي. بقول لحضراتكم النادي الاهلي بيلعب كوره مباشره جميله، بيوصل باقصر الطرق للمرمى، وعمرو جمال ويا ولد يا فتحي يا مبروك، فتحي مبروك حقيقه عامل خلطه سحريه جميله، وعمرو جمال الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع. ادي عمرو جمال استلم، حط رجله بهدوء، لحظه هيثم مخارج حطها من تحت ايده، الهدف الثاني. لكن اتعملت جمله جميله واخطاء قاتله في خط ظهر دجله، تامر محب، سامح الفضيل، رجب نبيل، سيد سالم، وبن كان اقلهم يمكن شويه سيد سالم، الثلاثي تامر وسامح ورجب في اخطاء قاتله بيستغلها النادي الاهلي بالتحرك كتير بدون كوره، والباص السريع المباشر بيجيب منه جوال، لمسه اللعبه المباشره بيجيب منها جوال على طول وبيعمل انتهوا ساعتها لا قيمه لها. لكن شوف كوره حسام عاشور جميله، وشوف استلام عمرو قاطع من بين قلبي الدفاع، سامح الفضيل وتامر محب، قطع من بينهم وراح استلم، ولحظه خروج هيثم حطها له بشكل جيد. 2-0 وها هي صافره محمود البنا. اعزائي مشاهدي نايل سبورت والتلفزيون المصري، ينهي احداث الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 2-0 بهدفين رمضان صبحي في الدقيقه 13 وعمرو جمال بعد غياب وعوده حميده في الدقيقه 46 الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع. هدفين للاهلي لا شيء، انذارين سامح الفضيل، مهاب سعيد، 3 ركنيات للاهلي، 4 ركنيات لنادي وادي دجله. مجمل احداث الشوط الاول. اعزائي مشاهدي التلفزيون المصري ونايل سبورت، لا تذهبوا بعيدا، بعد استراحه قصيره ولنا عوده الى استاد بترو سبورت واحداث الشوط الثاني. على يمنا وادي دجله، على شمالنا النادي الاهلي. بدانا صافره حكم اللقاء محمود البنا، وهنقول سريعا الاهلي الزمالك والاسماعيلي المؤجل، ثم يسافر على بركه الله الى مالي لقاء ملعب بالي الجوله الثانيه. نشوف رمضان صبحي عرضيه، وادي واحده حلوه من عمرو جمال يا دوبك تمسك هيثم محمد. هيثم يلعب بايده على طول لتامر محب، تامر يلعب باص على طول، تامر محب قاطع، تامر يلعب لمهاب سعيد، مهاب سعيد لتامر، تامر لمهاب، مهاب من ناحيه اليمين عايز يلم كورته، لم ودخل لجوه ولعب عرضيه وستانلي وباسم علي. ستانلي عايز ياخدها كده بضربه مزدوجه خلفيه، لكن في نشاط بادئ بيه نادي وادي دجله، بادئ الشوط الثاني هو الانشط. وادي واحده على طول دودو الجباز بيلعبها، باسم علي بيطلع على طول لوليد سليمان، وليد سليمان بيلم كورته، ماشي وليد يلعب على طول لحسين السيد، وحسين السيد يلعب واحد. تامر محب على اللعبه، تامر وبيلعب تامر، والنادي الاهلي بيفكر في تغييره الاول، واتلعبت على طول توصل لدودو الجباز، دودو عايز يعدي دودو وشاط، واحمد عادل قلقطها على طول. احمد عادل عبد المنعم النهارده نادي الاهلي الشوط الاول كان بيأدي بشكل جيد، ال7 دقايق الشوط الثاني نادي دجله هو اللي بادئ افضل في ال7 دقايق اللي لعبها. باسم علي لم كورته، لسه النادي الاهلي بيفكر في التغيير الاول، هنشوف مين التغيير الاول للنادي الاهلي. دجله عمل تغييرين، تامر ودودو جباز، ستانلي جنب القايم،
ستانلي بياخدها في اخر لحظه جنب العين. فرصه ثالثه ضايعه من نادي دجله في الشوط الثاني. بقول لحضراتكم الشوط الثاني دجله انشط، النادي الاهلي بعد الهدفين والشوط الاول الجميل اللي عمله فيه هدوء في اداؤه. ادي كوره ستانلي جنب القايم، وهيلعب ضربه المرمى احمد عادل عبد المنعم. احمد عادل يلعب واحده طويله وعاليه عند مؤمن زكريا، يلعب مؤمن على طول وياخد عزب حجاج، كابتن وجيه، كابتن ناصر عباس، يعني مجموعه كلها الحقيقه عاملين مجموعه حكام جيده. وادي واحده عرضيه واحمد عادل صفاره وفاول، واخد ايده كده على طول. رجب نبيل رايح له يعتذر، واخد ايده وعلى طول رايح له، بيفقد توازنه، بيقومه بروح رياضيه جميله. رجب نبيل بيقومه. وادي كره مهاب سعيد الطويله، وادي على طول بيقوموه بروح رياضيه. دخلنا على الدقيقه 16 اعزائي مشاهدي نايل سبورت والتلفزيون المصري من احداث الشوط الثاني، والتقدم ما زال للنادي الاهلي بهدفين جابهم رمضان صبحي في الدقيقه 13 وعصام غالي. وغالي يلعب على طول لعبد الله، عبد الله يلعب لمؤمن، يشوط اي حاجه تخبط وترجع لعبد الله السعيد. عبد الله المؤمن، مؤمن لو بص حسين السيد اتلعبت لحسين السيد فعلا، واحده والثانيه يقدر يلعب العرضيه سهله. هيثم محمد ماسك كورته على طول. هيثم محمد حارس مرمى نادي دجله بيهدي اللعب، عمرو جمال بيخرج وبينزل عماد متعب. ثالث تغييرات النادي الاهلي، خروج العريس عمرو جمال صاحب الهدف الثاني للنادي الاهلي، وبينزل عماد متعب. كده النادي الاهلي عمل تغييراته الثلاثه. وادي لعبه اتلعبت لباسم علي، وباسم عايز يعدي وصفاره وفي كارت، صفاره وفي كارت على طول على رجب نبيل. وادي على طول بيطلب له الجهاز الطبي لكن فيها كارت. رجب نبيل في كارت. انذارات حتى الان سامح الفضيل، مهاب سعيد، ومحمد عادل من دجله، وانذار وحيد للاهلي حسام غالي. ادي باسم وادي رجب نبيل بقوه، اعتقد كده فيها انذار ايضا. هنشوف حكم اللقاء هيدي ايه. مستني هتتلعب عبد الله السعيد. عبد الله يلعب واحده عبد الله طويله وفرصه ضايعه، وفرصه ضايعه. مين؟ مؤمن زكريا. مؤمن زكريا هو، لا والله عماد متعب هو اللي في الاخيره، اللمسه الاخيره وفرصه ضايعه. ادي كره عبد الله، كان مؤمن ومتعب. ادي الكره معديه وادي على طول بتتلعب من متعب جنب العين. ادي متعب ومؤمن جنب بعض وفرصه. ودي كابتن فتحي مبروك وتوجيهاته. هيثم محمد بيلعب واحده طويله. احداث الوقت الاصلي الشوط الثاني، والاهلي 2 ووادي دجله لا شيء. اتلعبت لمحمد عادل، محمد عادل يلعب لكمامبا، كمامبا ماشي عايز يعدي كمامبا، يلعبها لستانلي وخطر وجول، وخطر وجول. ستانلي عدى برضه نفس الخطر ونفس العيب، وستانلي على طول بيجيب الجول. و2-1. بقول خطر وهي بتتلعب والدقيقه 32 اعزائي مشاهدي التلفزيون المصري ونايل سبورت. ستانلي يجيب الهدف الاول. ادي خطا وادي عدى، خروج لاحمد عادل ما ظبطش، وستانلي بيحطها والهدف الاول لنادي دجله. ستانلي في الدقيقه زي ما قلت لحضراتكم هدف في وقت صعب جدا. نتمنى كده السلامه لكل اللاعبين. وادي الكوره على طول دقيقه هدف. وادي واحد لاعب من النادي الاهلي واقع، نتمنى السلامه. دقيقه 32 هدف في منتهى كده يعيد المباراه. غالي اتلعبت لعبد الله السعيد من تريزيجيه. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد وشوط يا راجل، الراجل في وشك. مؤمن في عماد متعب في وشك. اتلعبت في كل اللي قاعدين بيقولوا له عماد متعب في وشك يا عبد الله. طمع في الكوره. ايمن عادل يلعب على طول لكمان، يلعب لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد لو بص على طول تريزيجيه قطع كويس، تريزيجيه قطع كويس، تريزيجيه يا راجل يا راجل يا راجل. فرصه كبيره ضايعه من محمود تريزيجيه. اتلعبت على طول ضربه مرمى من هيثم لمهاب. ادي اللعبه اهي، وادي قطع تريزيجيه، قطع كويس، راح كويس لكن طولت منه وفرصه ضايعه. اتلعبت على طول توصل لستانلي، تضغط عليه، تتقطع، توصل
عاشور يلعب لعبد الله السعيد، باسم علي فتح له، اتلعبت لباسم علي تاني، ماشي باسم يقدر يلعب العرضيه، لعب العرضيه، مؤمن زكريا ولا متعب يخلصها على طول، الهدف الثالث يخلصها، بقول يخلصها اهي. ادي كورة باسم، وادي العرضية، وادي عماد متعب يخلصها يا جماعة، هو ده عماد متعب يخلصها، والهدف الثالث. الراجل متأثر، ليه حق طبعا في الدقيقة 90 الدقيقة 45 يخلص المباراة. عماد متعب صاحب الأهداف في الوقت الصعب، عماد متعب. ادي على طول باسم عرضيه، شوفوا متعب قطع قبل المدافع على طول، باسم قبل سامح حفاضيل، باسم عملها له عرضيه حلوه وقطع الخطوه قبل سامح وحطها حلوه مباشره. 3-1 تقدم للاهلي، يضمن له الثلاث نقاط بلا شك، يرفع رصيده للنقطه 71، يعود للمركز الثاني بلا شك. كده مباراه صبح على دكه البدلاء، والنادي الاهلي فاق كده بعد الهدف، ودي واحده والثانيه، ومؤمن زكريا ماشي يلعب على طول لمتعب، يلعب عبد الله يلعب لمؤمن، ومؤمن على طول مباشره حلوه لكن ضعيفه شويه، هيثم محمد يمسك. فاق النادي الاهلي بالجول الثالث، وثلاث نقاط مهمين جدا، يعود النادي الاهلي بيهم الى المركز الثاني برصيد 71 نقطه بعد هذا الفوز. تاني على طول ادي ال6 دقايق اهي من حسام منصور مخرجنا النهارده، والوحده 21، وفي رايه وصفاره وتسلل على عماد متعب. هيثم يلعب على طول، ومع اعزائي مشاهدي نايل سبورت والتلفزيون المصري، صافره حكم اللقاء محمود البنا ينهي احداث هذا اللقاء بفوز الاهلي 3-1 على وادي دجله، يرتفع رصيده الى النقطه 71 ويحتل بيهم المركز الثاني. مبروك للنادي الاهلي، حظ اسعد للنادي